اهلا بيكم في قناة انا وطفلي. خليني في بداية حلقة النهاردة ابدأ بسؤال مهم جدا. لما ابنك بيصرخ او بيعاند او بيضرب او بيعمل تصرف يجننك، اول حاجة بتفكري فيها بتكون ايه؟ هل هو بيهزر ولا قليل الادب ولا قاصد يستفزك؟ طيب اسمعي اللي هقوله ده كويس جدا. 90% من سلوك الطفل اللي بيستفزك مش سوء تربية، دي بتكون عبارة عن رسالة بس اتكتبت بلغة احنا مش فاهمينها، والنهاردة هعلمك ازاي تفك شفرات الرسائل دي. خلينا في البداية نوضح ليه الطفل بيسلك سلوك غلط عشان نبقى واضحين من الاول. الطفل لحد 7 سنين ما بيعرفش يعبر عن احتياجاته بالمفردات، فهتلاقيه بيعبر عنها بالافعال. زي بالظبط الطفل الرضيع لما بيعيط هو مش بيتشرط، ده بيقولك انا جعان او عطشان او زهقان او خايف او تعبان. اما الطفل الكبير بقى من 3 ل 7 سنين بيعمل نفس الشيء، بس بدل العياط بيضيف عناد وصريخ وضرب وشد ورمي حاجات ونرفزه. فانت بتكوني شايفه السلوك بس هو شايف رساله محتاجه تتسمع. ومن اشهر 6 رسائل مخفيه وراء السلوك اولهم الصريخ المفاجئ، بيصرخ من غير سبب واضح. وهنا الرساله الحقيقيه انه بيقول انا متلخبط ومش عارف اشرح اللي جوايا، والحل انك ما تعليش صوتك عليه وقولي له بهدوء انا سامعاك وخد نفس واحكي لي. لو سكت دقيقه بيبقى حس بالامان. تاني حاجة العند، بتطلبي منه حاجة بيعمل عكسها وهو قاصد، وهنا الرسالة اللي عايز يقولها انه عايز يحس اني بكرر واني ليا قيمة. والحل هنا ان احنا نديله اختيارين مش اختيار واحد، زي مثلا تلبس التيشيرت الاحمر ولا الازرق، هو كده حس بالتحكم وانت كسبت بدون صدام. تالت حاجة ضرب الاخوات او الاطفال، بيضرب اخوه الصغير او اي طفل جنبه، وهنا الرسالة الحقيقية اللي عايز يقولها انه بيغير وبيقولك انا كمان موجود. والحل هنا ما تقوليش عيب ما تعملش كده، قولي له انا حاسة انك متضايق ومهتمة بيك وتعالى انا جنبك، وبعدها علميه السلوك الصح بدون توبيخ جارح. رابع حاجة البكاء على اتفه الاسباب، هتلاقيه بيعيط على لعبة وقعت او كوباية مية، والحل هنا انك تحضنيه 10 ثواني قبل ما تناقشيه. الطفل لما نظامه العصبي بيهدى عقله بيفتح للحلول. خامس حاجة التعلق الزايد بالام، ماما ما تمشيش، ماما اقعدي جنبي، ماما ما تسيبنيش. الرسالة الحقيقية هنا انه مش متأكد اني محبوب كفاية. والحل نزود جرعة كلام الحب من غير ما يطلب بحبك او فخورة بيك او انت مهم عندي جدا، وده مش بس وقت ما يسمع الكلام، ده طول الوقت. سادس حاجة رمي الاشياء او التخريب، يقلب الدنيا ويرمي اللعب. الرسالة الحقيقية انه حاسس بطاقة كبيرة مش لاقي ليها مصرف، وهنا الحل ما تحبسيش الطاقة، وجهيها، خليه يجري ينط يشيل حاجة تقيلة يساعد في ترتيب البيت، هتندهشي قد ايه السلوك بيهدى بعديها. في كمان 5 اخطاء بنعملها بتزود السلوك، اننا نحكم عليه بدل ما نفسره، انت قليل الذوق بدل انت زعلان، او نواجه الغضب بغضب فيتحول الموقف لمعركة مش تربية. كمان ان احنا نقارن، شوف ابن خالك او ابن عمك اهدى منك ازاي فبيحس انه مش كفاية، وكمان نهتم بيه وقت الغلط بس فبيتعلم ان لفت الانتباه بيجي بالسلوك السيء. كمان مفيش مساحة للمشاعر، ما تعيطش، الرجالة ما بتعيطش فبيكتمها وبتطلع في صورة عدوان او عناد. خليني احكي لكم قصة قصيرة توضح اللي انا عايز اقوله. كل يوم بتقول لابنها انت عصبي وانت عنيد وانت تعبني، وفي مرة وهو بيعيط قال لها انا نفسي مرة اكون الطفل الكويس بس مش عارف. تخيلي هو شايف نفسه طفل صعب مش طفل محتاج مساعدة. من اللحظة دي الأم قررت بدل ما تعاقبه تفهمه، والتغيير بدأ لما هي اتغيرت. الخلاصة هنا إن السلوك مش محتاج عقاب، محتاج ترجمة. وقبل ما تصلحي ابنك افهمي هو عايز إيه، وقبل ما تغيري سلوكه غيري طريقتك معاه. وأهم جملة هتسمعيها مني النهاردة، ابنك مش بيغلبك، ابنك بيكلمك بس بلغته هو. وفي النهاية ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.